ابعدوا الفساد عن كرة القدم. الفساد مالي كرة القدم. يعني ايه؟ عيل موهوب 12 13 سنة يجي من اخر الصعيد ويروح لنادي ما دون ذكر اسماء، وعيل موهوب جدا كأنك شايف محمد صلاح تاني قدامك او مرموش قدامك، ويتقال له انت عشان تدخل النادي ده لازم تدفع 30,000 جنيه. في شرع مين دوت؟ الفساد حتى في المواهب. يعني اللي معاه 30,000 هو اللي يدخل النادي حتى لو مش موهوب، واللي موهوب لو ابن حد فقير ما يخشش يلعب في النادي. ايه الفساد ده؟ يعني حتى الكرة ارحموها شوية، ارحموا الكرة شوية من الفساد اللي موجود. تحولت لاستثمار. الدول اللي بقت بتلعب كرة دلوقتي زي المغرب نموذج، والأردن نموذج آخر. الناس دي ما عندهاش الكلام ده. الناس دي عندها أكاديميات بتاخد المواهب دون أي مقابل. ده بيدوهم كمان فلوس. يعني بيدوا الأطفال الموهوبين دول بيدوهم فلوس، مش بياخدوا منهم عشان يدخلوهم النادي. هو ده اللي أخر الكورة في مصر. ده لب الموضوع عشان تبقى عارفين حاجة. ده لب الموضوع. اللي عاوز يحل مشكلة الكورة يشيل الفساد من الكورة. الفساد بقى منتشر جدا في الكورة، وبقت عملية استثمارية شكلها رخم قوي قوي قوي. وده مش رأيي أنا شخصي، ده رأي ناس كتير ومحللين كتير أنا سمعتهم على الفضائيات. بس أنا بقول برضو بوصل الكلام ده للجمهور اللي بيسمعني، عشان برضو الموضوع يبقى معروف السر فين، يبقى معروف الكورة بتاعتنا رايحة فين، وإيه الأسباب اللي مخلت الكورة عندنا اتأخرت من بعد الجوهري وحسن شحاتة الكباتن الكبار. لأن أيامها كان في مواهب، ما كانش فيه فساد ولا تحويل الكرة إلى استثمار ومصالح ووساطة وقصة بقت بنت لذينة. الحاجات دي ما تنفعش في الكورة، ما تنفعش في الرياضة عموما. الرياضة مواهب بتكتشف عشان تطلع محمد صلاح تاني وعمر مرموش تاني ومصطفى محمد تاني، الناس اللي بيلعبوا عالميا أو دوليين. غير كده عمرك ما هتطلع مواهب ولا هتطلع نجوم زي دول تاني بالطريقة اللي ماشية دي دلوقتي دي. حتى اللعيبة الكبار برضو بيبقى فيه يعني تعنت في الإدارة برضو إن هي تضايق اللعيبة الكبار. حتى إن أنا بلاحظ إن اللعيبة بيلعبوا من غير نفس. محدش سأل ولا دور إيه السبب. ما هم اللعيبة بيلعبوا بره زي العفاريت مع النوادي بتاعتهم الأوروبية، بيسجلوا وبيعملوا اسيست وعفاريت في الملعب. اشمعنى ما بيجوا بيلعبوا في المنتخب بيبقى المستوى كده متدني؟ دي وراها سر، وراها سبب. اللعيبه بتلعب من غير نفس. اكيد في حاجه في الاداره غلط، في حاجه في الاداره فيها فساد. عشان كده اللعيب حاسس ان الموضوع مش موضوع لعب في الملعب وخلاص. في الحماسه والروح والكلام ده مش موجوده اللي كانت ايام الكابتن الجوهري والكابتن حسن شحاته. يعني قصه بقى مش قصه خواجه ولا قصه مدرب مصري، ولا قصه الروح والحماسه اللي في اللاعبين مش موجوده. مع ان اللاعبين اللي موجودين دلوقتي احرف من اللعيبه القدامى. يعني اللعيبه القدامى ما وصلوش للمستوى العالمي ده اللي وصلوا له اللعيبه بتاعت دلوقتي اللي عندنا في المنتخب. هو مين مع احترامي لكل الكباتن الكبار اللي قدام، كل واحد طبعا ليه قيمه وقامه، ولكن مين فيهم وصل لمستوى محمد صلاح، ولا الدخل اللي بيدخل لمحمد صلاح، ولا الشهرة اللي وصلها محمد صلاح؟ يبقى انت عندك هنا لعيبة اقوى واحرف من الكباتن الكبار القدام، مع احترامي ليهم طبعا كل واحد مميز في حاجة، بس ولكن اللعيبة بتوعنا دلوقتي عالميا واوروبيا وصلوا لمستويات محدش في الكباتن الكبار القدام وصل لها، ولكن مش عارفين يجيبوا بطولات زي اللي جابوها اللعيبة القدام. ما هنا بقى في سر بقى كده، مش سر، مش قصة لعب بقى ولا قصة احتراف. في حاجة في الإدارة مستخبية
بتعكنن على اللعيبه حياتهم وعيشتهم ومخليهم بيلعبوا بنفسيه سيئه. في فساد يا جماعه في الكوره، ولازم القياده السياسيه تشوف حل للموضوع دوت، عشان احنا مصر ما كانتش كده. الكوره في مصر عمرها ما كانت كده. ده احنا كنا اسياد افريقيا، مع احترامي باللفظ يعني. كنا ابطال افريقيا وكنا الاوائل على افريقيا، وكانت الكره الافريقيه رقم واحد هي مصر. ايه اللي حصل؟ مع ان عندنا لعيبه دلوقتي اقوى من اللعيبه اللي في الزمن القديم، ومحترفين عالميين وواصلين لمستويات ودخل ما وصلوش اللعيبه القدام، ولكن مش عارفين يسجلوا ولا عارفين يجيبوا بطولات زي اللعيبه القدام. لان كان اللعيبه القدام عندهم الروح موجوده والحماسه، وكان في اخلاص اداري. من الاخر كده، هو تحلوا مشكله الفساد الاداري، هتتحل مشكله الكره في مصر. واسالوا كل الخبراء واسالوا كل المتخصصين في المجال ده. انا مش متخصص، بس انا باخد من على لسانهم في الاعلام. فعلا في حاجه غلط باينه قوي، ان في فساد باين في الكوره المصريه. وشكرا.